النهاردة هنعمل كحك العيد بطريقة ناجحة ومضمونة 1000000%. هش معاكي ودايب. فانت لو عايزة تعملي كحك العيد في البيت احلى من الجاهز ومكونات بسيطة، الفيديو ده هيخليكي تعمليه ناجح من اول مرة. شكله وطعمه خطير وشايفين بيدوب، حرفيا بيدوب. وكمان هعرفك على اي اخطاء تظهر معاكي في الكحك، ازاي تقدري تعالجيها بمنتهى السهولة. يلا قبل ما ندخل على الفيديو متنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجة، جبت كيلو من الدقيق، وهنا تمشي بالميزان او بالمعيار، ما ينفعش تعملي بالبركة زي اي طريقة اي حاجة تانية بنعملها. فهنا انا بستخدم الميزان، وانصحكم اي حد يجيب، هو يعني مش غالي، ده هو كل الحكاية 100 جنيه، يعني مش كتير يعني. فانتي لما تكون عايز تمشي على حاجة وتعمليها مظبوط امشي بالميزان. واعرفكم كمان تعملوها ازاي بالكوب. انا هنا عملت كيلو من الدقيق وشلت منه 15 جرام، ونزلت عليه بالكاستر بمعلقة بالكاستر. يعني انا شلت معلقة من الدقيق وحطيت مكانها معلقة من الكاستر، وكده كملنا الكيلو. فايدته بيخليه مش يلزق في سقف البق كده، و... وكمان لو الدقيق فيها عرق بينهيه خالص. فدي اول حاجة. وتاني حاجة، هنا معايا نص كيلو، الكيلو الدقيق بياخد نص كيلو من السمنة، وهنا دي لسه مسيحاها فعشان كده سايلة معايا. هاخد نص الكمية نسخنها على النار نقدحها، ونعمل النص التاني على البارد. وهنا بقى نجهز المكونات الجافة. بصوا، ربع معلقة بس من البيكنج باودر وما تزودوش، ومعلقة ونص معلقة من الفانيليا، ونقلبهم كويس جدا. وانا مش بحب اضيف اللي هي ذرة الملح، لو انت بتحب تضيفيها ضيفيها. وبعد كده اعملي بقى زي الهرم كده، عشان ننزل بالدقيق. وتعالوا لما نجهز الخميرة. دي هنا كوباية الا ربع من الدقيق، ونزلت عليها بمعلقة ونص كده من السكر، وعليها نص معلقة صغيرة من الخميرة. وكده خلاص دي لها تقليبة وسيبيها تتفاعل كده في جنب لحد لما نخلص باقي المكونات. كل حاجة واضحة وماشيين مع بعض بالراحة عشان يطلع معاكي احلى كحك في الحياة. وهنا بختبر السمنة بواحدة من السمسم، لقيتها فارت، فكده خلاص بقى جاهز معايا. هنا نزلت بقى بالسمسم، هو اصلا متحمص معايا فنديته بس ياخد تحميصة بسيطة. شايفين بقى الغليان ده بيحوله في حتة تانية خالص. انا بحب اعمله بالطريقتين، نقسم النص على البارد والنص التاني على السخن. وهنا صح نسيت اقول لكم ان انا ضايفه هناك 30 جرام من الزبده الفلاحي. اهم حاجه تستخدمي نوع سمنه كويس، والزبده عشان ده اصلا الطعم اللي انت هتاخديه في الكحك. وهنا خلاص خلاص مش هدفي بقى التانيين. هنا بس المقلي سخن، فحطيت عليها الزبدة عشان تسيح معايا بس، وحطيت بقية السمنة ونزلت عليها. واهم مرحلة بقى في المحشي محشي سوري، في الكحك ان انتي تبسي فيه كويس جدا 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 جدا. يعني انا فضلت اعمل معاكم شوية في الاول، وبعد كده اخدت ده وقعدت على الارض وفضلت ابس فيه حوالي ربع ساعة. فانت ولو اكتر يبقى احلى، كل ما تبسي فيه كل ما هيبقى احلى. افضلي بقى استعيني بالله كده، وافضلي بسي فيه بقى كويس جدا، لان دي اهم مرحلة. لو عندك بقى عجان تقدري تضربيه في العجان، وده هيريح عليكي جدا. اعمليه حوالي 10 دقايق في العجان وهيبقى خطير. افضلي بقى بسي فيه لحد لما تحسي اصلا ان هو كده خلاص الدقيق اتشرب مع كل السمنه. انا قلت لكم ان انا ضفت معلقتين كبار من السمسم، مش عارفه. ضفت معلقتين كبار من السمسم، لو بتحبي تزودي سمسم زودي. وهنا خلاص كنت فضلت ابس فيه بقى، خلاص زهقت فضلت ابس فيه كويس جدا. ودي انجح يعني، دي اكتر حاجه تخليه ناجح معاكي. نزلت بقى بكوبايه الا ربع من الميه على الخميره على السكر. واحنا هنا مش بنعجن، احنا شايفين انا اصلا بعمل ايدي ازاي. انا مش بعجن، انا بخليهم بس يندمجوا مع بعض وخلاص. وهنختبرها دلوقتي بالبصامه، لو لقيتها خلاص كده كويسه تمام. لو لقيتها شققت اوعي تضيفوا ميه، لو ضفتوا ميه هتطلع الكحكايه معاكوا ناشفه. يعني انت الميه دي اصلا هي بتبقى اللي بتخليه ناشف او طري. فانت لو بتحبي الكحكايه دايبه كده وطريه ما تزوديش ميه كتير، هي كوبايه الا ربع كويس جدا. وهنا اختبرته ولقيته مش مشقق، لو كان مشقق معايا كنت هنزل بمعلقتين من السمنه،
او الزبده. افضلي بقى تنزلي لحد لما العجينه تظبط معاكي، لان في دقيق اصلا بيبقى محتاج سمنه كتير وكده، فما بيبقاش احسن حاجه. تعالوا بقى لما نجهز الملبن وشوفوا انتوا بتحبوا تضيفوا عليه ايه. انا هنا حبيت اضيف عليه شويه من الفانيليا. بصوا بقى البيكنج باودر اللي انا هضيفه ده عشان يديها شاشه، بس بصوا اللي هي السنه لا تذكر، سنه صغيره جدا، ومش حابه لو خايفه منه ما تضيفيش. و... ونزلت بقى بمعلقتين كبار من السمسم. وهنا انا مش بحب اضيف اي مكسرات تانية لان بحسها بتطرى كده ومتبقاش احسن حاجة، فمش بحب طعمها. وهنا برضو مش بضيف عليه لا سمنة ولا اي حاجة تانية. انا بس مكان ما كنت مسيحة فيها بس. وبحب اعجنه على البارد، ما بحبش احطه على النار عشان ما ينشفش معايا، كده اضمنلك ان هو يفضل معاكي طري. وبحط شوية كده من النشا، وبحط شويه على ايدي وبفضل اشكل علشان ايه، يفضل معايا يعني ما يلزقش في ايدي وكده. وهنا هقول لكم لو الكحك معاكي إيه، اللهم صل عليك يا نبي، بيشقق منك من فوق كده، يبقى انت مكتره بتاع ملبن من ده هو اللي بيخليه يشقق. فخدي بالك ان انت ما تكتريش، حطي شويه صغيرين عشان ايه، ما يشققش منك من فوق. ودي يا جماعه تجاربي والله العظيم بجد، يعني مفيش حد اكل الكحك ده عندي غير ما شكر فيه وقول احلى كحك اكلناه في حياتنا. امشوا بطريقتي والله العظيم مضمونة 1000000%. ولو عملتيه بجد ومشيت بس بالخطوات اللي انا قلتلكوا عليها هتدعيلي بجد. هنا بقى انا بحب اوزن الكحكايه، بحب كله يبقى نفس الميزان. انا هنا بوزن 30 جرام من العجينه بتاعه الكحك، وبحط عليها حوالي 9 جرام من الملبن. و9 جرام نصيحة مني ان هما كتير، لو حابة تقللي اكتر من كده قللي، لان اللي كترت فيها ملبن شققت من فوق، بس بعد ما بردت رجعت تاني، بس ما انصحكش ان انت تكتري فيها ملبن. شايفين كده تمام. بشكلها على ايدي، مع الوقت اصلا هتلاقي تحسي ان العجينة بقت ناشفة معاكي وبتشقق. ما تضيفيش عليها اي حاجة نهائي، مشيها بين ايديكي هتلاقيها طرت، لان احنا الجو برد وحاطين سمنه طبعا وزبده، فدي اصلا بتجمد كده من الجو برد وكده. فانتي مشيها على ايدك شويه هتلاقيها ساحت ومش محتاجه اي حاجه منك. فانت خدي بالك ان احنا حاطين، على فكره انت ممكن وانت بتعجني تبقى تمام، اول ما حطيتي الزيت السمنه والزبده تمام والعجينه كويسه، اول ما حطيتي الميه لقيتيها نشفت منك. ممكن اصلا ما تكونش محتاجه ان انت تضيفي لها سمنه او زبده تاني، لا، بيبقى عايزه هتبقى انت حاطه الميه سقعانه فشققت نشفت منك. فلا، مشيها على بين ايديكي كده قبل ما تضيفي اي حاجه. لقيتيها محتاجه بعد ما مشيتيها بين ايديكي وحسيتي ان هي سخنت، يبقى ضيفي، ما كانش ما تضيفيش اي حاجه. لان شايفين هنا اهي ناشفه معايا، مشيها بس كده بين ايديكي، اول ما تمشيها تلاقيها طلعت خالص ورجعت كأنك لسه عاملاها، لان زي ما قلت لكم الجو برد ومش مستحمل. وبقوم حطاها ولفاها ومشكلاها بالبصامه بمنتهى السهوله. ما احبش انا بقى المنقاش، في ناس بتحبه وكلام من ده، بس انا ما بحبش اوجع في دماغي. ده عملت لها اختبار وما شاء الله طلعت خطيره، لا مشققه معايا ولا كميتها اتضاعفت ولا اي حاجه، وخطيره. وده الكحك بقى لما طلع، شايفين، تحفه تحفه تحفه، خطير. هنزينه دلوقتي بالسكر وهيبقى خطير. وده عاملاه ساده بس بحب اديله لون شويه كده، طعمه بيبقى احلى. قولوله مين بيحب يديله لون زياده زي ما انا عاملاه كده. انا مكنتش ناويه والله اعمل كحك خالص، بس احنا مش بنحب الكحك اللي بيتباع، ما كنتش قادره وكده، بس رجعت قلت لا لما اعمل واشارككم طريقتي وتكتبولي انت عملتوا كحك العيد ولا بتحبوا تجيبوه جاهز وتريحوا دماغكم. بس انا واحده من الناس منصحكوش ان انتوا تعملوه اصلا، وجع دماغ والله، وهدا هو طعمه حلو وكل حاجه، بس متعب 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 متعب، يعني انت لو لوحدك هتتعبي جدا. اشتري وريح دماغك. بس كده، بس بجد يعني مفيش احسن من حاجات البيت وكده، طعمها بيبقى احلى بمليون مرة. وشايفين اصلا طعمه، انت اصلا لو عملتيه وقدمتيه لاي حد محدش هيصدق ان انت عاملاه في البيت. طعمه خطير وشكله تحفة، محدش يصدق ان هو فعلا معمول في البيت. جربوه بطريقتي
واكتبوا له رايكم، واكتبوا له انتوا عملتوه في البيت ولا جبته جاهز. وانا تقريبا اخر واحده نزلت ان انا لسه بعمل الكحك، بس انا اصلا فعلا ما كنتش ناويه اعمل، بس قلت لا لازم اشارككم طريقتي، واي حد اكل الكحك متفرج عليا اكل الكحك من عندي يكتبوا رايهم هو عجبهم قد ايه. بس كده، لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، وتشيري الفيديو لاصحابك، واكتبي لي كومنت حلو برايك. بحبكم في الله، اشوفكم بقى على خير، مع السلامه.